وهو غادي ياخد الجثة ديالها من الضريح ويديها للدار ديالو. وما غاديش يكفيه هادشي صافي، الاكثر رعبا هنا هو انه غادي يربط العظام ديالها بخيوط ديال البيانو، وغادي ياخد جلد مخلوط بالشمع والطلاء ويديرو في بلاصه ديال الجلد ديالها. زائد غادي يعاود يجمع شعرها ويلصقو في راسها. ولكن الاوحش هو انه غادي ياخد قليل من الثوب والقطن وغادي يحل الكرش ديالها ويعمرها بداك الثوب ويعاود يخيطها باش تبقى على شكلها الحقيقي اللي كانت فيه. كان كيلبسها احسن الملابس واحسن المجوهرات، وكان متكيها على السريع حتى انه غادي يشري عيون زجاجيه ركبهم ليها. شحال من واحد غطيح لي الفكره ديال كيفاش كيتخلص من الرائحه الكريهه. كما قال كان كيدير ليها العطر بشكل دوري باش ما تطلقش الرائحه ديالها. غادي يبقى يعاود هاد العمليه لمده 7 سنين، ولكن حتى حاجه ما كتكمل. واحد النهار غادي تدخل اخت ماريا للمنزل من بعد ما سمعت اشاعات من الجيران ديال كارل بانه عايش مع شي جثه. والصدمه مع دخلت للدار غادي تشوف واحد المنظر مرعب. شافت كارل مخدم موسيقى وكيرقص بجانب الاخت ديالها. تما غادي تصوني الشرطه بلا ما تفكر، غادي يجيو للدار ويقبضوا عليه. كارل اعترف بهادشي كامل اللي دار ماري، ولكن المفاجاه هنا بسبب قضيه داز عليها وقت ترفعات عليه التهم. غادي تنوض ضجه في امريكا، بزاف تعاطفوا معاه وقالوا ما فعله هو امر رومانسي، وكاين اللي قال العكس. غادي يعيش كارل بقية حياته في فلوريدا، غادي يصنع تمثال لماريا. وكما كيقولوا في سنة 1952 غادي يتوفى كارل في البيت ديالو، وما اكتشفت الجثة ديالو الا بعد 3 اسابيع من الموت. وكانت بجانب التمثال ديال ماريا. بغيت غير نسولك واحد السؤال، واش كتعتبر ان كارل كان عاشقا او مختلا؟ الى عندك شي صاحبك بحالو صيفط لي الفيديو، ودابا جاوبني في التعليقات الا كانوا كيعجبوك بحال هاد القصص. ما تنساش متابعه وقولوا لي اشنو بغيتو في الفيديو الجاي. يلا تهلا.